مين قال انها اكلة الغلابة؟ هتبقى احلى اكلة، وهتبقى اكلة العزايم. ويلا ادخلي معايا شوفي الفيديو ده. معانا كيلو ونص من الجناحات. هاتي بولة نزلي عليها كوباية من الزبادي، كوبايتين من صلصة الطماطم، 3 معالق من العسل الاسود. معانا التوابل: معلقة زعتر، معلقة بهارات لحمة، معلقة توم مفروم، معلقة كركم، معلقة من البابريكا، معلقة من الملح، ونص معلقة من الفلفل الأسود، 3 معالق من الزيت النباتي. قلبي الخليط كله مع بعضه كويس قوي، وهنقسمه على 3. الخليط اللي عملناه هنقسمه على 3. هناخد التلت نتبل فيه الجناحات بتاعتنا بعد ما قطعناها وغسلناها كويس بدقيق وليمون عشان نضيع الزفارة منها، وقلبيها كويس وسيبيها على جنب حوالي نص ساعة تتبل. هناخد التلت التاني ومعانا بصلة كبيرة متقطعة طرنشات، وندعكها كويس كده مع التتبيلة الحلوة اللي احنا عملناها، ونوزعها في صينية كبيرة مقاس 38. وناخد التلت الأخير، ومعايا كيلو من البطاطس متقطع حلقات، والحلقات بتاعتك ما تكونش تخينة علشان تستوي. الجناحات ما بتاخدش سوا معانا، فهنقطعها حلقات متوسطة أو أقل من المتوسطة. ابتدي بقى رصي داير ما يدور، وابتدي نزلي الكتف لوحده. احنا قسمنا الجناح على الكتف جزئين، جزء للكتف والجزء اللي تحت. ابتدي رصي كده على شكل فراشة، شكل وردة، شكل جميل. ومعانا قرنين من الفلفل الأخضر وقرنين من الفلفل الأحمر للطعم وللتزيين. وشايفة الجمال. ودخلي على الفرن على درجة حرارة 200، هتقعد معاكي حوالي ساعة إلا ربع في الرف اللي في النص. وشغلي فوق وتحت تاخد أحلى لون وأحلى شكل. ما تنسوش اللايك والشير.